مساء الخير. انا النهارده كنت حابه اعمل ريفيو على موقع يشري. كنت جايه النهارده هنقل التجربه بتاعتي بالكامل، وازاي اشتريت منه، الايتم بتاعتي خدت وقت قد ايه، وكنت عايزه اعرفكم ان شاء الله بالخطوات الدنيا عامله ازاي او ازاي نتعامل معاه. طبعا بنفتح اول حاجه البراوزر بتاعنا وبنقوم مختارين يشري دوت كوم. تمام. هنبتدي هنا هو اول حاجه طبعا اكيد بنخش على الموقع. تمام. بنلاقي البيج ديت كده هو بالمنظر دوت، ظهرت الويب سايت وصل. ظهر قدامنا بالمنظر ده. تمام. اول حاجه احب اعملها ان احنا لما قبل اي حاجه طالما احنا داخلين ناويين نشتري بنعمل لوجن. تمام. لوجن طبعا انا ما افضلش ان احنا نعمل بالفيسبوك، لا خلينا بالجوجل بلس، من حيث ان هما بيبعتوا لنا ايميلز على الميل بتاع الجوجل بتاعنا اذا كان افيلبل او لا. لو عايزين نعمل ريجستر بالطريقه العاديه براحتنا، بس انا بصراحه بفضل ان انا اتعامل بالجوجل بلس. طبعا كنت بقى بنخش هنا، هتلاقوني بدخل بالاكونت بتاعي. تمام. على الايميل بتاع الجيميل بتاعي دخلت بيه. طبعا هنا هو هنلاقي انا ممكن كده انا خلاص اوريدي لوجد ان. هنلاقي فوق هنا هو يشري وادفع لي. يشري بتجيب لك سعر الايتم شامله كل حاجه. ادفع لي احنا ممكن بنديها لينك الحاجه اللي احنا عايزينها من على امازون، وهم بيجيبوها لنا بيحسبوا لنا المصاريف وكده، وبعد كده بيقوموا قايلين لنا السعر كام. لكن يشري احنا بنشتري اوريدي ايتمز، هم عاملين زي ما يكونوا متفقين اوريدي مع السيلرز اللي موجودين على امازون ومثبتين زي اسعار معاهم، واحنا يا دوب بس مجرد بنخش بننقي الحاجه اللي احنا عايزينها. هنيجي هنا اهوت انا هنعمل هحمل مثال لايتم انا اوريدي اشتريتها، اسمها هير نيل سوري هير نيل. تمام. اند سكين. اوكي. دي كانت ايتم انا اوريدي اشتريتها، وهي دي اللي هدي عليها الاكزامبل بتاعنا في الكلام النهارده. طبعا هنلاقي هنا هو عرض كذا حاجة. اوكي. كان الايتم اللي انا اشتريته اللي هو ده هير نيل اند سكين ب406 كان عبارة عن 2 bottles whatever. يعني انا حبيت ان انا ادي الصورة كاملة بالظبط عن الحاجة اللي انا اشتريتها وجربتها بنفسي. بنلاقي هنا هو اول ما بنفتح هنا الايتم، هنا طبعا السعر بنلاقيه بالجنيه المصري. بنلاقي هنا الفيتشرز بتاعته، في هنا هو رقم الهوت لاين بتاعتهم ديليفرد زي ما احنا شايفين من 8 ل21 يوم عمل. طبعا بيجي من يو اس اي. تمام. هنا بقى هنلاقي السبيسيفيكيشن بتاعه الايتم اللي انا اخترتها، وهنا ممكن نعمل فيزيت للسيلر سايت، ان احنا ممكن نشوف على امازون البيج بتاع الايه بتاعه السيلر او الايتم بتاعته هنبقى عامله كام، بحيث ان انا ابقى اخد فكره عن سعر الشحن وعن العموله بتاعه يشري ذات نفسه. هنيجي دلوقتي خلاص انا قررت ان انا اخد الايتم دي، فاقوم عامله مختاره add to cart. اوكي. فهنا بنلاقي ان هو الايتم اتقالت للكارت عندي. تمام. وابتدي ان انا اقوم داخله على الكارت عندي. هنلاقي هنا هو الايتم اهي ظاهره موجوده. طيب في هنا هو هنلاقي كده البيج دي بتاعت البيمنت او التشيك اوت زي ما بيقولوا عليها. بنلاقي هنا هو بيقول do you have discount code. معنى كده بيسأل هل في ساعات بيبقوا منزلين على items معينة، يعني مثلا summer season، مثلا back to school بيبقوا منزلين زي كود كده، او ممكن يكون نتيجة كود خصم احنا مثلا نكون اشترينا بكمية معينة او حاجة. انا مش عايزة افتي في النقطة ديت لان انا شفتها في مواقع تانية، بس هي عامة اللي انا متأكدة منه ان هما بيعملوا زي كوبون. يعني مثلا هنا save 10% of any item from back to school and back to college collections. تمام. هنا الايتمز دي اللي هي تحت back to school and back to college collection بنلاقي ان هي عليها 10% من خصم من سعر الايتم. بنعمل الكوبون كود هنا هو اللي هو السكول. نيجي نكتب هنا سكول. طبعا الايتم بتاعتنا مش تحت البند ده، فهنيجي نعمل ابلاي. بنلاقي بيقول ايه this coupon is not valid for the current item، بمعنى ان هي مش valid بالنسبه لنا. طيب خلاص انا دلوقتي محتاجه ان انا عايزه ايه
خلاص اشتري الايتم وكده. انا عرفت ان الكوبون ما معيش كوبونات، يبقى انا هاخدها بالسعر اللي هو موجود. هقوم عامله تشيك اوت. دي طرق الدفع. طبعا الفيزا والماستر كارد كالعاده، يعني اي كريدت كارد عندنا. في عن طريق فوري، في عن طريق بنك ديبوزيت بندفع في السي اي بي، او في كذا بنك هنا معروض. في هنا وولتي، دي انا بصراحه ما اعرفوش يعني. طبعا انا ساعه لما دفعت عن طريق الكريدت كارد بتاعتي. تمام، دفعت عن طريق الكريدت كارد بتاعتي. هنا بقى هنختار الطريقة اللي انا هشتري بيها. اختار الفيزا selected. تمام، واقوم عاملة continue to secure payment. تمام. طبعا هنا بقى بنكتب بقى الحاجة بتاعتنا، الكارد نمبر والفول نيم، وهنا طبعا الكارد فاليد لحد امتى، والسي في سي اللي هو الكام رقم اللي بيبقوا مكتوبين من ورا. وبنعمل كده بنعمل سبميت للبيمنت. طبعا مجرد ما العملية عندنا هنا هو بتنجح. طبعا اي حد بيشتري اونلاين بالكريدت كارد بتاعته بيجيله رسالة على الموبايل، وبنلاقي ان الايتم اوريدي جهزت معانا. طيب جهزت معانا، بيقوم ايه اللي حصل عندنا؟ بنلاقي هنا اهوت انا كنت مصوره العمليات الدفع حاجه حاجه. انا استغربت من حاجه ساعتها. طبعا لما لما انا جيت اخترت الايتم، ما سالنيش عنوانك على اي حاجه، اعتمد بس على الايميل، ومجرد ما دفعت واتخصم الفلوس على طول. لا سالني على نمره تليفوني، ولا سالني على مكاني، ولا سال على اي حاجه. وبصراحه الموضوع ده كان مقلق جدا بالنسبه لي. لقيت ان انا جالي على الايميل بتاعي، ثواني كده اهوت، هنا delivered ready to be delivered. لقيت الميل ده كان جالي، ثواني بس اهو. ساعتها مش ايميل، بعد ما بتخلص عملية الدفع بنلاقي you have submitted your payment successfully your order number، وده كان الاوردر نمبر بتاعي. وكان خلاص بعد كده هنا هو return to order. كده انا كانت عملية الدفع زي ما احنا شايفين كانت 406 تمام جنيه مصري. بعد كده بعد ما جه الموضوع دوت، طبعا قعدت فتره بتابع زي ما انا قلت خط الايتم بتاعتي. كان في من جوه الويب سايت ذات نفسه ممكن بنعمل تراكنج للايتم. انا اسفه، انا قفلت البيج يشتري .com. ممكن بنعمل تراكنج للايتم او تراك اوردر. تمام، بنيجي هنا اهوت، احنا قلنا 2 3 3 2 1. دي كانت الايتم بتاعتي اللي انا كنت بتابعها. هنا مكتوب ان هي delivered already. دي كانت خطوات بتاعتها، كان كل يوم بيزيد لي خط او خطين. انا طلبتها يوم 9 اغسطس، ادي يوم 10 اغسطس راحت من السيلر وير هاوس للشيفد، وخرجت من عنده شيفت فروم الوير هاوس بتاعه. تمام، بعد كده وصلت لحد المكان الوير هاوس بتاع ادفع لي في يو اس. وبعد كده وصلت delivered to US warehouse. ده كان تاني يوم بالظبط، من يوم 13 وصلت يعني خرجت من عندهم. بعد كده هنلاقي ان هي طبعا بعد ما خرجت من اتشحنت اوريدي من المخازن من مخازن هناك من بتاعه ادفعلي. لقيت ان هي وصلت لحد ادفعلي اوفيس، بس هو ده ما كانش ما ظاهر عندي في الايتم هنا. لا ساعة التراكنج كان ظاهر عندي، ثواني، كان ظاهر عندي طبعا ما كانش اخر حاجه اللي هي موضوع ايه ان هي delivered. كان وانا بره وظاهر ان هي already في الايتم كليرنس زي ما بيقولوا عليها، اللي هي الجمارك. فضلت تقريبا قاعده في الجمارك وقت كبير جدا جدا. يعني الايتم زي ما احنا شايفين ما خدتش وقت عقبال ما خرجت من امريكا ووصلت مصر هنا هوت. ما اخدتش اي وقت خالص، خدت الوقت كله في الجمارك عندنا هنا في مصر. يعني احنا شايفين من 13 لحد 2 لحد ما وصلت. انا من يوم 13 انا كنت بتابع على الويب سايت تقريبا ان هي تخرج من الجمارك، لحد ما كان والله انا فقدت الامل ان هي هتخرج اصلا يعني. بعد ما خرجت قام جات لي رساله على الميل بتاعي: هاي سارة، هنا الايتم have been reached our office in Egypt. اتصلت بالهوت لاين بتاعهم وقالوا لي ان لو حابه في طريقتين، يا اما هم يبعتوا لي حد،
يا اما انا اروح استلم الايتم. طبعا انا بشتغل قريب من المكان بتاعهم، فاخدت العنوان ورحت شفت الدنيا فيها ايه. لقيت الايتم بتاعتي جاهزه جاتلي بالمنظر ده. تمام، دي كانت الصوره. تمام، الشنطه كانت اهي. اوكي، جاتلي بالمنظر ده، والايتم ذات نفسها اهي. تمام. تاريخ الصلاحيه بتاعها لحد 2017، ودي حاجه كويسه قوي. تمام بالنسبه لي، ان انا مش ان هي هتقعد معايا كتير وكده. بس وبعد كده قام جالي رسالة على الميل من تاني يوم بالظبط اول ما انا استلمتها، ان هي already delivered. تمام، حتى دلوقتي لما باجي اخش على الويب سايت هنا اهوت، زي ما احنا شفنا على الاوردر بنلاقيها delivered. الايتم زي ما احنا قلت ان هي جت، هي جت مصر يوم 2/9، وكنت انا طالبه الاوردر يوم 9. فلو جينا حسبناها بالظبط هنلاقي بالظبط 9 ناقص 2، يعني 7. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا طلبتها يوم 9 وهي جت يوم 2، يعني ناقص من الشهر فعلا 7 ايام، 6 ايام، لان الشهر كان 31، يعني جات لي بعد 24 يوم تقريبا. ده كده هو معناها ان انا حاسبه صح. يمكن ان انا حاسبه صح. ان هي خدت فعلا ال21 يوم عمل بتوعها بالكامل. بصراحه ما اكذبش عليكم، الموضوع ده مضايقني، كان مضايقني يعني. ان انا كنت متوقعه على الاقل في نص المده ولا حاجه، بس طالما هم وزن الليمت بتاعهم، يعني كان 9 زي ما انا قلت، لو كنا ضفنا عليهم 20 يوم يبقى 29، وكان 30 بالاضافه لايام العمل. هم زي ما بيقولوا كده خدوا مدتهم وحقهم تالت ومتلت يعني. كانت تجربه حلوه، وخصوصا ان انا اتبسطت بالحاجه اللي جايه. ربنا يقدم في الخير، وهحاول ان انا ابقى بعد كده ان شاء الله للبنات ابقى اعمل بعد ما استخدم المنتج لمدة 3 شهور وكده، ان شاء الله باذن الله ممكن اعمل لكم عليه ريفيو. دي كانت تجربتي مع ادفعلي، وزي ما انتم شايفين لو السعر مناسب مع حضراتكم وكده هوت ممكن ان احنا نستخدمه، مفيش اي مشاكل، وربنا يقدم اللي فيه الخير. وان شاء الله يبقى استنوني لو هعمل لكم ريفيو تاني على اي حاجه. ميرسي جدا.